بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض خلطة المحشي. أنا عاملة الصلصة اهي، صلصة عادية خالص زي اللي بنعملها للطبيخ. حمرت بصلة وضربت الطماطم في الخلاط وحطيتها عليها، وهنا رز غسلاه، وهنا البدنجان مقوراه، وهنا الخضرة والتوابل بتاعته. أنا أول حاجة الرز اهو هحط عليه صلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا عامله صلصه كتير بشيلها، بتنفع في وسط الاسبوع اجيب الخضار اطبخ على طول. هذه الخضره اهي حطها، والتوابل بتاعتها اهي، ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود ونعناع مطحون. بعدين هنقلب بقى كله مع بعضه كده. انا كده قلبت الخضره مع الرز مع التوابل مع الصلصه. هحشي بقى البدنجان، وان شاء الله هوريه لكم بعد ما احشيه. انا مقوره البدنجان، شايفين في بدنجان احمر كده ومخدد، ده بيسموه بدنجان مخدد، وبدنجان ابيض زي كده. هقوره في الحله، ولما احشي البدنجان في الحله هقول لكم هنعمل فيه ايه عشان نسويه. كده انا حطيت الشوربه اهي، هرفعها على البوتاجاز. والشوربه طبعا فيها التوابل بتاعتها، واحنا حاطين مع الرز توابل. كده المحشي بتاعي استوى، طعمه جميل وتحفه. انا هصفي الشوربه اللي عليه الزياده دي، شوربه انا مزوداها شوربه زي ما انتوا شفتوا. دي هصفيها، احنا بنحبها بناكلها بنشربها مع المحشي، ناكل معاها المحشي الشوربه اللي فيه دي. وكده المحشي بتاعي استوى. انا هطفيه بقى وهغطيه لما وقت الاكل ان شاء الله ناكل. الفيديو سهل، ويا رب يكون عجبكم. ان كان عجبك الفيديو متنسيش تعملي لي لايك، تشتركي في القناه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامه.